خلاص اهو جه يا ولاد احلى شهر في السنة كلها، ورمضان في مصر حاجة تانية، والرك على التفاصيل. فعلا تفاصيل الفيديو النهاردة جميلة جدا جدا ومختلفة عن كل سنة. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتوا طيبين. الفيديو ده مفروض ينزل لكم من يومين، بس كان النت عندي يعني شوية يعني مش شغال، كان قاطع يعني، ولسه اول ما جه قمت على طول منزله لكم الفيديو. بس مش مشكله، برضو احنا منزلينه في نفس الوقت، يعتبر احنا لسه النهارده 1 رمضان. اول النت ما جه سجلته وقلت هنزل على طول. لو حد لسه ملحقش يزين ما يقولش خلاص رمضان دخل ومش هلحق اعمل حاجه. لا، انزلي هاتي اللي ناقصك، فرع نور، فرع خيامي، فرع بكار، بوجي وطمطم، اللي انت عايزاه هاتيه وعلقيه، الشهر لسه بادئ في اوله. هيجي بقى حد يقول لي هو الفرحه برمضان بتعليق الزينه؟ طبعا الفرحه برمضان بتعليق الزينه وبصلاتنا وبصومنا وبقيامنا وبصدقاتنا بكل حاجه. عايزة اقول لكم ان الاحتفالات بالمناسبات الدينية شيء جائز شرعا ومباح، لانك هتدخلي السرور على بيتك وعلى ولادك. والاحتفال بالشهر الكريم ده انت كده بتعظمي شعائر الله وبتحتفلي بمناسباتنا الدينية الجميلة، سواء رمضان سواء عيد. فدي حاجة جميلة وجائزة شرعا، يعني محدش بقى يهد من عزيمتنا ويقول لنا هو بالزينة، هو بالمش عارفة ايه، هو بكل حاجة. فرحتنا برمضان بكل حاجة. يلا بقى ندخلوا على تفاصيل الفيديو. هبدأ معاكم بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وقبل بقى طبعا معلق زينة رمضان الجميلة المبهجة دي، طبعا لازم اخدها من الأعماق. طبعا طلعت على الصالة، شلت السجادة اللي كانت محطوطة، اللي هي أساسا أنا جايباها للون الصالون، شلتها وديتها بقى المغسلة تتغسل. صراحة وديت شوية سجاد كتير، ما قدرتش أغسل، رجلي تعباني بس شوية، فقلت اللي أقدر أعمله لما أقدرش خلاص ايه، مادام في طريقة تانية يتعمل بيها يعني. زي ما شفتوا كده يا حبايبي، شلت الشلتة بتاعت الصالون ونفضت تحتها وبمسح بقى كده. طبعا الصالون طبعا كان فيه بعض من بقع كده كتير على الصالون، لأمر ما يسلمش يعني. بس الحمد لله انا كنت واخده بالي وانا بجيب قماش الصالون هناك بتاع القماش، قال لي خدي القماشه دي اسمها ووتر بروف، يعني مش ووتر بروف يعني زي بتاعه المايوهات، لا يعني هي تبان قطيفه بس هي ووتر بروف، يعني اي بقعه فيها لو مسحتيها بميه فقط لا غير تطلع بمنتهى السهوله، سهل الغسيل، ما يسيبش بقعه وراه. فانا حبيت طبعا القماشه كده، يعني قلت تريحني فيما بعد. وفعلا ده اللي حصل، لقيت بقعه كده او 2 بالفوطه مبلوله، ما حطيتش والله مسحوق، طلعت معايا وراح الصالون زي الفل. هو لونه بس كده عشان الاضاءه وعشان بس هو لونه اللون الاخضر او المنت جرين. تمام بس كده. ونفضت بقى الصالون كله من تحت الشلت، وقمت جايه بقى ايه جايبه المكنسه وكنسه، مسحت مسحه بسيطه، وشلت على فكره الستاير، بعرفش اشيلها كده غير بالمكنسه، وغسلتها. وبالمره شلت ستاير اوضه ولادي برضو، اتغسلت واتنشرت واتعلقت، يعني كله في فيديو واحد، لان بصراحه في تفاصيل كتير قوي لو كنت جبتها كان زمان الفيديو طالع عليكم. بالنسبة بقى للسجاد بتاع اوضة عيالي، انا كنت برضو وديته واتغسل والحاجة رجعت، بس صراحة مش هفرشه غير على العيد بقى. فانا حاطة بقى السجاد ده كده مؤقتا ياخد هلكة الشهر ده، او ياخد يعني هلكة الدروس والعيال لحد بقى ان شاء الله العيد، هقوم حاطة بقى ايه السجاد النظيف.
انا بقى كنت جايبه كوشنات جميله جدا للصالون، وجيت ادور على المفرش مش لاقياه، او مش لاقيه مفرش مقاس ترابيزه الصالون. وبمعنى اصح انا لما بلاقي طقم فيه مفرش وكوشنات مع بعض، مش بيبقى كوشنات كمان، بيبقى مناديل. يعني انا اللي اوديه الخياطه او لترزي يعمل لي كوشن يعني. فحسيت ان انا هدفع فلوس كتير، ومش ايه، مش هبقى عايزه، مش هاخد اللي انا عايزاه. فروحت لقيت عند بتاع القماش، لقيت القماش دوت اللي هو برضو مكتوب عليه رمضان كريم الابيض في ذهبي ده، نفس بالظبط قريب قوي، او نفس فكره الكوشنات الجديده اللي انا جايباها. عجبتني الفكره فجبت متر ونص. يعني حلوه الافكار دي يا بنات، اللي مستغلي حاجه انت ممكن تعمليها لو جبتي قماش وبايدك انت في البيت تعمليه، مش لازم توديه خياطه او ترزي. كان عندي بقى مفرش من السنه اللي فاتت، اللي هو المفرش بتاع بكار ده، قمت جايه قايسه على القماشه وعملت منه مفرش لترابيزه الصالون تحفه. واتبقى حته قماشه كمان، قمت عامله 2 كوشن شبه اللي انا بلبسهم للكوشنات دي. دول اللي انا جايباهم جاهزين، بس بصراحه انا جايباهم غاليين، معرفش ان ده سعرهم، لاني لقيتهم في مكان تاني ارخص. معرفش ده فرق خامه ولا ايه، هو اكيد فرق خامه، بس هي مش فارقه يعني. الخامات في الكوشنات مش فارقه، هي مش اطقم سراير ولا لبس ولا كده. المهم يعني مش مشكله بقى، رزق اللي انا جبت منه. المهم عملت 2 كوشن من نفس المفرش، تحسوا انه كله كده شبه بعض، او كله زي طقم كده واحد، قريبين قوي قوي من بعض. الكوشنات دي كان شكلها تحفه على الصالون. والكوشن بتاع رمضان كريم ده برضو كنت جايباه جاهز. كنت جايبه 4 كوشنات جاهزين، و2 انا عاملاهم من نفس قماشة الصالون. المهم بعد ما خلصت وغسلته ونشرته وعلقت السنجات تاني، قلت بقى البس الكوشنات وافرش بقى معاكم الفينيشات الاخيره بتاعت رمضان، الفينيشات العسل المبهجه دي. اهو ده بقى المفرش، بصوا جه مقاس الصالون ازاي، مقاس ترابيزه الصالون. كان نفسي بقى اجيب برضو بياضات للصالون، الصراحه بقى الوقت ما اسعفنيش. المهم ان شاء الله هجيب على العيد باذن الله. والتمره الذهبي القمر الكيوت دي الصغنونه قوي دي، حلوه جدا، حطيت فيها التمر الرطب. وكان عندي بقى التمره او التمريه، مش عارفه بتقولوها ايه، الازاز ديت، حطيت فيها برضو مشمشيه كده، وهرجع احط فيها تمر تاني. وكان عندي بقى الكعبه ديت المبخره بس. وكان عندي فانوس ايقية اللي انا لسه حطاه. يعني انا كملت على الحاجه اللي عندي، واللي مش عندي جبته. هو ده الهدف اللي انا عايزه اقوله لكم، هدف الفيديو، ان انت مش لازم تجيبي الزينه من اولها لاخرها. اكيد كان عندك حاجات من السنين اللي فاتت، كملي عليها. او لو حاجه جديده طلعت، هاتي الجديد مثلا للمكان اللي هو زي ما بيقولوا كده مدخل البيت او واجهه البيت، والباقي وزعيه في الاوض، اوضتك او اوضه ولادك. بصوا شكل الكوشنات عسل عسل قوي، انا بحب الكوشنات دي قوي. بس كده، وحسيت كوشنات كده بكر مش لايقه، قمت مدخلاها جوه في الاوضه. بصوا بقى رمضان كريم مع الستاره، مع الكوشنات الابيض في ذهبي، يعني كله عامل بصراحه جو مبهج قوي قوي قوي. وزينة رمضان السنه دي من اكتر السنين اللي انا مبسوطه منها، لان بصراحه كله شكله جميل ولايق جدا جدا على البيت. اظن بقى فيديو مليان حاجات حلوة وزينة جميلة وحاجات كده مبهجة وتفاصيل جميلة جدا، وروح رمضان في كل ركن من اركان البيت. وطبعا هو اكيد فيديو مختلف عن بقية فيديوهاتي بتاعت رمضان اللي قبل كده في السنين اللي فاتت. استحق لايك ولا ما استحقش؟ استحق لايكات كتير عشان ترفعوا الفيديو الجميل ده، وكل الناس الجميلة اللي زيكم تشوفوا ويعملوا لي لايكات ويعملوا لي تعليقات حلوة. بصراحة الفيديو يستاهل احلى لايك واحلى تعليق واحلى كمان اشتراك للأول مرة بيشوف القناة. بصوا بقى دي كانت الصالة بكل تفاصيلها الجميلة، ودي كانت الجزمة. المفرش بقى ده كان عندي السنة اللي فاتت، والفنانيس كان عندي، والهلال والجامع، وفانوس ايكيا. انا برضو بستعين بالحاجات اللي كانت موجودة عندي مدام حلوة وشكلها جميل، ولسه مكملة معايا في زينة بقى أوضة ولادي. حطيت بقى الفروع اللي كانت عندي دي، فروع خيامية، فرع بكار، وفرع النور الجميل القمر ده كان عندي برضو. بصوا حلو قوي، شكله تحفة. حطيته برضو على الستارة كده،
وده شكل حلو قوي للأوضة. نيجي بقى للصالة اللي بنقضي فيه 3/4 يومنا، بنصحى من النوم والله ندخله على المطبخ. جبت كده ايه رول حلو خيامي، ودخلت كده كان عندي برضو اشكال رمضانية حلوة زي بوجي وطمطم، زي فطوطة، زي بكار، حاجات حلوة كده. قمت معلقاها على المطبخ، تدي شكل حلو برضو وتدي فرحة برمضان وزينة رمضان. وطبعا الراديو اللي ما بنستغنوش عنه، اللي دايما مشغلاه طول ما انا واقفة على اذاعة القرآن الكريم. بيجيب حاجات حلوة قوي، قرآن وابتهالات، وكمان بيجيب برامج دينية حلوة قوي انا بستفيد منها. في طبعا اتصالات واسئلة كتير، ناس كتير بتسأل عنها لرمضان، فدي حاجة مفيدة جدا جدا. انصحك كنتي واقفة في المطبخ متستغنيش عن وجود الراديو ده جنبك. بس كده، وحطيت الفرع يدورها كده يدي شكل حلو المطبخ، وزينت كده مطبخي وزينت شقتي على قد ما اقدر، عشان احس كده بدخول رمضان واحس بالاجواء الجميلة اللي متعودين عليها كل سنة وكل سنة وانتوا طيبين وبخير، وتتعاد علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية في كل مكان الأيام بالخير والصحة والسعادة واليمن والبركات. ربنا ما يحرمكم من حبايبكم، واللهم بلغنا دايما رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، وبلغنا رمضان أعوام عديدة يا رب العالمين. أشوفكم على خير في الفيديو الجاي. السلام عليكم.